طبعا الجميع يعرف من انتخب على الجزائر، وخاصة من لم ينتخب على الجزائر في مجلس الأمم من أجل تبوء مكانة في العشر دول غير الداعمة بالأمم المتحدة، والتي تدوم عضويتها بين سنة والسنتين. أي ضمن العشر دول من المفروض أنه 5 دول تستمر، والخمس دول المنتخبة الأخيرة تغادر كي تعوضها 5 دول أخرى. والجزائر انتخبت بنسبة 96%. وكما قال هشام عبود، لا فائدة من انتخاب الجزائر في عضوية الأمم المتحدة. دركا بما أننا نتعامل مع ناس جهلاء، نعطوه درس في الفائدة من تبوء منصب عضو غير دائم في الأمم المتحدة. فنحن نعلم جيدا بأن الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة هم اللي خرجوا ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وأوقفوا الحرب العالمية الثانية: بريطانيا، فرنسا، أمريكا وروسيا. وأضيفت إليهم فيما بعد أو لاحقا بتعبير آخر أو برواية أخرى الصين. فالخمس دول هذم هم اللي عندهم حق اللوبي في تمرير أي قرار في العالم من عدمه. أما العشر دول غير الدائمة فقد أضيفت من أجل إدراج الملفات العالقة، كي نقول كيما هكذا ساسوت أوزيو: قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية. كي نقول قضية فلسطين، أفهم جيدا بأن من وقف ضد الجزائر وعدم تمرير هذا الملف اللي هي إسرائيل باينة، وهذا فخر لنا، توابعها من الكلبوبين الذين انغمروا تحت الدين، وأبارك لهم بلوغهم المرتبة 100 في المليارات العالمية كأكبر دين في إفريقيا وأكبر دين عربيا. المغرب المخازنية اللي البرمجة نتاع الأمن نتاعهم ونتاع الاستخبارات نتاعهم كل أصبحت إسرائيلية أو صهيونية 100%، باش ما يقولوش بأننا ضد الإسرائيليين أبدا إطلاقا. فكان متوقعا الجزائر وقفت ضد، جمدت في البدء في 2019 عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ، ثم أخرجتها نهائيا كعضو ملاحظ من الاتحاد الإفريقي. فإسرائيل ما تعقبها لكش بسهولة، عليها أن ترسل كلابها من أجل إعاقة أي فكرة، حتى فكرة تنظيم كأس إفريقيا على فكرة متدخلة فيها إسرائيل ولقجة. حتى فكرة عدم مرور الجزائر إلى كأس العالم معروفة يعني. فكل شيء تظهر فيه اسم الجزائر يجب إلغاؤه ليسونسيال وعندها الخدمة نتاعها. وكان متوقعا يعني بلا ما يقولوا لي أنه الإمارات أيضا لأنه الحاكم تاع أبو ظبي متصهين أكثر من الصهاينة على فكرة، باش حطوها في بالك. وبالتالي فإن لو باكت دي لو، أي مأدبة اللئام، مش الذئاب، اللئام حاشا الذئاب أمامهم، فيها إسرائيل وفيها الإمارات وفيها المغرب. تنساوش بأن الإمارات سنين وهي تبحث عن حرب استفزاز ما بين المغرب والجزائر، وقالت له أنا أدفع من جيبي الحرب إذا نشبت بين المغرب والجزائر، أنا نخلصها. إذن ماذا كنتم تتوقعوا من اتفاقية أبراهام إلا أنها تقف ضد الجزائر؟ بقيت دولة جيبوتي، فهي يعني لا تستحق أصلا حتى الذكر. ممكن المخلوق جاي يرد على قفلة واحدة أخرى، أو لأنه لا مكان له من الإعراب إطلاقا. أما الحبيب الأبدي اللي لحد الساعة، وقلناها ونكررها، ما زال المغرب تحت حمايته حتى 2056 وفق اتفاقية لبان إكس لبان. فالعداوة يعني واضحة، وهذه رسالة مباشرة فقط إلى المراركة والعياشة باش ما يكذبوش عليكم. قل لكم أنه
هناك زيجة بين الجزائر وفرنسا، لا يوجد أي علاقة طيبة بيننا وبينهم. لم يحظوا رغم إنزالهم من 19 وزير بأي كونترا مع الجزائر. لم نمكنهم من الغاز الجزائري كما كانوا يتوقعون ويحاولوا يديروا اون بومب داتها إيطاليا، وزدنا معها زوج معاهدات كبيرة في الطاقة البديلة، وزدنا رحنا إلى البرتغال، والآن نحن على اتفاقيات جديدة مع بريطانيا، وإسبانيا سوف تعود إلى حضن الجزائر وقد اعتذرت بعد نحر سانشيز وطرده من البرلمان الأوروبي. إذن هذا هما الخمس محبين الأوفياء للجزائر: إسرائيل، المغرب، الإمارات، فرنسا، وعديمة الذكر جيبوتي. يعني لا يهمنا في ظل في وسط أكثر من آخرين قلت 124 منتخب، 96% ils ont voté pour l'Algérie، انتخبوا على الجزائر. وهذه هي الضربة الدبلوماسية القاسمة بعد طرد الريسوني والصحفيين المخازنية، وهذه فضيحة، وطرد سانشيز. فهمتني؟ تتوالى المصائب، وسيتم قريبا فتح ملف الفلسطيني وملف الصحراء الغربية. حتى الاتحاد الأوروبي يصر على أن يعاد فتح ملف الصحراء الغربية، والحزب اليميني الإسباني المتطرف يتوعد المغرب بدفع الثمن بعد تجسسه وابتزازه لشونسيج. إذن القادم أسوأ بالنسبة إلى جيراننا، وهم من بدأ النية السيئة، وهم من خطط وأراد إخبار العالم بأننا سندخل في حرب أهلية، وبأننا سنأكل بعضنا بعض، وبأننا سنفلس. ويا للأقدار الحمد لله البث طبيعي من قسم النوال وانا. ويا للأقدار الجيدة التي ارسأت غير ذلك، وارسأت أن خزينة الجزائر تعود إلى أصلها وتمتلئ، والمغرب مهدد بالانقسام، والديون تنحره من كل جهة، ورباطه نصب على منصة من أو على خيل من؟ على خيل أرذل الخلق الصهاينة. ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يا جيراننا. والله لا أتمنى لكم ذلك، ولكنكم أخذتم بأيديكم إلى التهلكة، فذوقوا فعلا العذاب بما كنتم تكفرون.